اتكلمنا في الفيديو اللي فات اللي احنا ازاي بنقدر نعمل كريت لتشارت جديدة من شوية بيانات عندي، وجربنا الكولوم تشارت وازاي قدرنا كمان نزود elements في التشارت بتاعتنا. في الفيديو ده هنتكلم اكتر عن انواع للتشارتس بتاعتنا زي البار تشارت، زي اللاين تشارت، زي الباي تشارت والدونت تشارت. هنتكلم اكتر كمان على اللي احنا بنقدر نطبق الستايلز اكتر ونتحكم في الفورماتنج بتاعت التشارتس بتاعتنا. تعالوا نجرب عملي مع بعض. دلوقتي على اول جدول عندنا هروح اسلكت عليه زي ما قلنا. اول خطوه عشان اعمل التشارتس لازم اسلكت. طب لو انا مش عامله سلكت، بصوا كده واقفه في اي مكان وانسرت مثلا لكولوم تشارت، هتبقى التشارت بتاعتي فاضيه لونها ابيض، مفيش اي حاجه، انا مش عامله سلكت على داتا، فهيجيب منين السورس بتاع التشارت بتاعتنا؟ فاول خطوه لازم نسلكت على البيانات بتاعتنا صح. وهروح عند الانسرت وهروح عند الريكومندد تشارتس ومن اول تشارتس. تعالوا نجرب مع بعض اللي احنا نحولها لبار تشارت. زي ما قلنا قبل كده ان الكولوم والبار واحد، الكولوم بتكون فيرتيكال رأسية، اما البار بتكون هوريزونتال. وادوس اوكي. فهتخش عندنا التشارت اهي. طبعا بنحتاج مثلا ممكن نقلل العرض شويه، بس هنحتاج نقابل الارتفاع، فبتبقى البار تشارت محتاجه ارتفاع اكتر للتشارتس بتاعتنا. طب عايزه اطبق عليها ستايلز جاهز على طول، فممكن من التشارت ديزاين عند التشارت ستايلز نبدا نختار اي ستايل جاهز من الستايلز دي. طبعا كل ستايل عندنا بيبقى ليه الاسم بتاعه، ودي نقطه مهمه لو حد ناوي يمتحن مثلا امتحان الMOS بتاع مايكروسوفت، فمهم جدا طبعا يبقى عارف ان كل لون وكل ستايل وكل حاجه بيبقى لها الاسم بتاعها. مجرد ان انا ههوفر بس او هشاور بالماوس بتاعي من غير ما كليك هيقول لي اسم الحاجه دي ايه. فهنختار اي تشارت من دي، مثلا الشكل ده. هنحتاج بس نكبر الارتفاع شويه. تمام. وهبدا مثلا احنا كده غيرنا الشارت ستايلز. ممكن كمان نغير الكالرز بتاعتنا مثلا ونخليها باي لون من الالوان دي زي ما احنا عايزين. خليها مثلا عشان تبقى واضحه معاكم شويه، هغير مثلا خليها مثلا بلون اورنج، بلون جرين مثلا، بلون جراي. فبنقدر نتحكم في الكالرز اللي احنا عايزينها، نبدا نتحكم في الكالرز اللي احنا عايزينها. ممكن كمان طبعا نقول له add chart element وزود لي الاليمنتس زي ما احنا عايزين. نفس الفكره بالظبط في الكولوم تشارت زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت. او ممكن بقى كويك لي اوت اللي انا عايزه. مثلا بص كده، مجرد اللي انا بقول له لي اوت 1 فهيحط لي الشارت تايتل ويحط لي ليجند ويحط لي هوريزونتال اكسس وفيرتيكال اكسس وميجر جريد لاينز. طب عايزه ابص على اللي اوت ال2، شارت تايتل وليجند توب والداتا ليبلز وفيرتيكال اكسس. فمجرد ان انا بقف على كل كويك لي اوت من دي تبقى فيها شويه اليمنتس جاهزه. يعني ايه كويك لي اوت؟ يعني لي اوت جاهز، مجرد ان انا بستخدمه او بطبقه فبيوفر عليا مجهود. بدل ما بقف اختار شارت تايتل او شارت اليمنت عامه واحده لا، انا ممكن اختار كويك لي اوت من الكويك لي اوتس دي، هتسهل عليا. لو حد عايز يستخدمها ساعات بتوفر علينا مجهود. فانا مثلا هختار اللي هيكون فيه داتا ليبلز وهيكون فيه عنوان، ده فيه داتا ليبلز وفيه فيرتيكال اكسس ماشي. واحنا واقفين عند التشارت هروح عند كويك لي اوت واختار مثلا لي اوت 2. تمام، عشان محتاجه مثلا يكون في عندي الداتا ليبلز ومحتاجه يكون في شارت تايتل، ومش محتاجه الاكس اكسس في حاجه اللي كان فيه الارقام، ومش محتاجه الجريد لاينز، بس برضو مش محتاجه الليجند. يعني احنا ممكن نزود ونحط بعد ما هطبق كويك لي اوت، ممكن ازود واحط من الاليمنتس اللي احنا عايزينها. تمام. خلاص انا كده خلصت التشارت دي. هاخدها مثلا كنترول اكس او بالموف شارت اوبجكت اند في الداشبورد عندنا مثلا وادوس اوكي. فابدا احطها مثلا عندنا هنا. طبعا احنا لو بنعمل داشبورد يفضل ان احنا نراعي ان كله يكون بستايل واحد، نراعي ان يكون الكل بستايل واحد. فممكن نجربها من هنا مثلا، اخليهم كلهم بنفس الالوان طبعا، فبتفرق في النقطه دي. طيب بغض النظر احنا مش محتاجين دلوقتي نعمل داشبورد، احنا محتاجين بس نركز ان احنا نقدر ازاي ناخد كل جدول عندي واحوله للتشارت الصح. دلوقتي احنا جربنا مع بعض الكولوم تشارت والبار تشارت. طيب تعالوا بقى لو انا عندي شهور. فاكرين من شويه ما اتكلمنا وقلنا لو انا عندي ديت وتايم، فاول حاجه دماغنا تروح على اللاين تشارت او الاريا تشارت. اروح اسلكت على مجموعه البيانات بتاعتي. انا عندي هنا التوتال كوانتيتي لكل شهر، عندي اسماء الشهور، وعندي اجمالي الكميه المباعه. فعايزه اشوف كده زي ترند لاين عندي عامل ازاي، او مثلا مبيعات او الكوانتيتي الكميات المباعه بتزيد وتقل في شهور ايه بالظبط. فاحنا كده دلوقتي جربنا مع بعض نوع جديد من انواع التشارتس اللي هي البار تشارت. طب لو دلوقتي لو انا عندي شهور وعندي كميه مباعه وعايزه اطلع تقرير او اطلع تشارت رسم بياني كده اشوف اجمالي الكميه المباعه عندنا في كل شهر ازاي. فدلوقتي عندي جدول
في اسماء الشهور بتاعتي بالترتيب من اول شهر يناير لغايه شهر ديسمبر واجمالي الكميه المباعه لكل شهر. فاول خطوه قلنا هنعمل ايه؟ لازم نسلكت. هروح اسلكت على البيانات بتاعتي، بعدين هروح عند الانسرت وهروح عند التشارتس وهروح عند الريكومندد تشارتس. تمام. هلاقي برضو الريكومندد، هتلاقوا اول حاجه عندكم اللاين تشارت، لان زي ما قلنا قبل كده ان افضل نوع من انواع التشارتس بستخدمها مع الديت والتايم هي اللاين تشارت. وهروح عند الاول تشارتس نختارها، مش هناخد من الريكومندد لاين وهقول له اوكي. تمام كده، او ناخد من الريكومندد مش هتفرق معانا، بس احنا عايزين دايما نبقى شايفين كل انواع التشارتس عشان لو انتوا عايزين مثلا نوع تشارت تاني عادي. فاحنا دلوقتي مجرد ان انا قلت له دخل لي اللاين تشارت، فدخل لي لاين تشارت وعرض لي اسماء الشهور تحت وعرض لي اجمالي الكميه المباعه في الواي اكسس. وانا شايفه مثلا شهر يناير اجمالي المبيعات بتاعتنا او اجمالي الكميات المباعه مثلا، مجرد ان انا بقف على البوينت دي بيقول لي زي تول تيب كده باجمالي الكميه المباعه بتاع شهر يناير عندي. انا واقفه هنا كده بتاع شهر يناير عندي 1475. هنزل تحت مثلا شهر فبراير هيقول لي 1067. هطلع فوق شويه. فاحنا بصوا واخدين بالكم ان اجمالي المبيعات او اجمالي الكميه المباعه عندنا في شهر يناير كانت فوق شويه، كانت نزلت شهر فبراير، بعد كده علت في شهر مثلا مارس، وبعد كده نزلت حاجه بسيطه في شهر ابريل، وعملت برضو حاجه بسيطه في شهر مايو، وبعد كده لحد ما في تغير برضو طفيف جدا ما بين شهر مايو لغايه شهر اغسطس، كده عدت جامد في شهر سبتمبر ونزلت جامد في شهر اكتوبر. طبعا احنا محتاجين لو احنا شغالين باناليسيس محتاجين نعرف اشمعنى مثلا زادت قوي كده، ايه العوامل اللي تمت علشان، او ايه الظروف اللي تمت، او ايه العوامل او الاجراءات اللي احنا اخدناها والمبيعات اللي احنا اشتغلناها او الماركتنج او الكامبين مثلا اللي احنا عملناها علشان المبيعات او الكميات المباعه بتاعتنا تزيد في شهر سبتمبر، وايه السبب اللي خلاه ينزل في شهر اكتوبر وبعد كده زاد تاني في شهر نوفمبر وبعد كده نزل شويه في شهر ديسمبر. فلو تاخدوا بالكم ان الكوارتر الاخير من السنه فيه تغير كبير، يعني بيزيد وبيقل بشكل كبير وبعد كده بيزيد تاني بشكل اكبر وبعد كده بيقل حاجه بسيطه، فمحتاجين نعرف الاسباب دي. فانا كده من التشارت دي قدرت اعرف الكميات المباعه عندي خلال ال 12 شهر عامله ازاي. طيب تعالوا بقى نلعب في الاليمنتس بتاعتنا. هنروح عند التشارت ديزاين، ممكن نديها ستايل جاهز مثلا بنفس الفكره اللي احنا كنا عاملينها، ممكن اغير واطبق مثلا الستايل ده، ممكن من الاد شورت اليمنت او من كويك لي اوت نختار اللي اوت اللي احنا عايزينه. طب انا ممكن العب فيها اكتر، يعني خلينا نختار ستايل بسيط كده. تمام. والمره دي مش هنطبق داتا ليبلز، بس مهم ان انا احط مثلا ان ده التوتال كوانتيتي باي مونث مثلا. مهم جدا نحط العناوين زي ما قلنا ويكون العنوان معبر عن التشارت دي بتقول ايه بالظبط. انا واقفه اهو دلوقتي عند التشارت عايزه اغير شويه في الفورماتنج بتاعتها، واللاين تشارت فيها تريكات شويه او فيها حاجات لذيذه كده ممكن اطبقها، بقدر اعرض التشارت بتاعتي بشكل لذيذ. فاحنا حاليا عايزين نتحكم في الفورماتنج بتاعه اللاين تشارت اكتر. فاحنا طبقنا ماشي ستايل جاهز وغيرنا الالوان وطبقنا لي اوتس جاهزه او زودنا وقللنا مثلا من التشارت اليمنتس، في شويه فورماتنج بنقدر نعملها كمان. انا بدوس دبل كليك على اللاين تشارت يظهر عندي حاجه اسمها الفورمات داتا سيريز عندنا اللي احنا بنقدر ندي فورماتنج جاهزه برضو. فهلاقي عندي هنا في الفيل او في الجزء بتاع الفيل اند لاين هلاقي عندي هنا لاين وعندي ماركر، في تو جروبس كده، في اللاين وفي الماركر. تعالوا نشوف واحده واحده ايه اللاين وايه الماركر. اللاين اللي انا مثلا عايزه يكون اللون بتاع اللاين بتاعي مثلا لون واحد ولا جريدينت يعني فيها درجات، مش عارفه انتوا شايفين ولا لا. خلينا مثلا نغير اللون يكون بدل اللون الازرق ده نخليه مثلا لون اورنج فممكن يوضح اكتر. فكده الالوان بتتدرج ما بين في اللاين تشارت عندنا بتتدرج ما بين الازرق وطبعا اللبني الفاتح والاورنج. تمام كده. طيب ممكن طبعا نغير في الالوان اكتر ونخليه مثلا لون كحلي مثلا، فالالوان هتتدرج كده. فدي بنسميها جريدينت لاين، ده اسمها جريدينت لاين. طب سوليد لاين دي لون واضح وصريح ثابت. طيب نو لاين يعني كده اللون شفاف مفيش لون خالص. طب الاوتوماتيك اللي هو بيكون اللي هو السوليد اللي هو اللون الثابت. تمام. فانتوا كمان بتقدروا تلعبوا في الالوان دي، تقدروا تلعبوا في الالوان. وعلى فكره كمان ممكن من الجريدينت ستوبس دي، يعني مثلا انا هنا هقول له باللون مثلا الكحلي اللي احنا اخترناه، وهنا مثلا خليه باللون، بقف كده واقول له خليها باللون الرصاصي. هتلاقوا الالوان بتتدرج ما بين الرصاصي واللبني الفاتح والكحلي. طبعا على حسب الكلام اللي احنا هنبدا نعمل برزنتيشن او نشرح التشارت دي، هحتاج الجريدينت ولا مش هحتاج الجريدينت، هخليها لاين واحد بس ولا مش هخليها لاين واحد. فبنقدر نلعب في الجزء ده، نقدر نلعب في الجزء ده. يبقى احنا دلوقتي واحنا واقفين عند التشارت بتاعتنا
هنروح عند اللاين واخليها مثلا لون واحد، او هخليها الاوتوماتيك بتاعها. تمام. طيب لو هي اوتوماتيك زي ما كانت، ممكن برضو زي ما قلنا ممكن اروح اغير واخليها بكلر معين. ممكن نلعب في الترانسبيرنس بتاع اللون، ممكن نلعب في الترانسبيرنس بتاع اللون اخليه العب في الشفافيه بتاعته، ممكن العب في العرض بتاعه اخليه سميك، او اخليه يعني العب في الويتس بتاعه. ممكن كمان نتحكم في شكل اللاين، ممكن يكون لاين ستريت خالص مستقيم، او دوتس. تمام. او مثلا سكوير دوت، او مثلا داش يبقى شرط كده، او داش بس داش دوت يعني شرط نقطه شرط نقطه. فكل دي اختيارات ممكن نعملها. يعني بصوا ممكن يكون اللاين عندنا بالشكل ده، او ممكن يكون اللاين دوت يبقى نقط، وهكذا. فاحنا ممكن نختار بالشكل اللي احنا عايزينه، ممكن نختار بالشكل اللي احنا عايزينه براحتنا. طيب هقف تاني عند اللاين، وممكن كمان نخلي اللاين بتاعنا هخليه عادي ستريت لاين، وهخليه حاجه اسمها سموث لاين. هعمل بس علامه صح. بصوا كده بقى اللاين بدل ما هو كان مستقيم يعني خطوط مستقيمه، هخليها سموث لاين. دي بتبقى لذيذه جدا برضو، بتدي شكل لذيذ في التقارير بتاعتنا. ممكن كمان اخلي البيجن ارو تايب عندنا، او الخط او يعني السهم في الاول اللاين بتاعنا يكون بشكل معين، يبقى البدايه بتاعته بالشكل ده. بصوا. طيب او مثلا ممكن نخليه الاند ارو تايب، نخليه مثلا بالشكل ده فيحط لي السهم كده. فدي برضو حاجات شويه فورماتنج نقدر نطبقها على الشارت بتاعتنا، يعني ايه كحاجه تنسيقيه او حاجه تنظيميه او حاجه جماليه شويه بقدر الامكان، بتظبط بس شكل الشارت بتاعتنا. تمام. طيب ده كده كاللاين. تعالوا نشوف الماركرز بقى. الماركرز دي ايه فكره الماركرز دي؟ ان انا عايزه مثلا اخلي الماركر بتاعنا يكون مثلا بيلت ان، اللي هو اخليها مثلا بشكل اللي هو الدايموند ده، فبيحط لي عند كل شهر زي ماركر. تمام. طيب لا انا عايزاها بدل ما تكون، طبعا هروح عند الماركر، بدل ما يكون الماركر اوبشنز هنا بالتايب ده، اخليه مثلا مربع، اخليه دايره، اخليه بالشكل اللي احنا عايزينه، اخليه او الاوتوماتيك اللي هي بتكون دايره، الاوتوماتيك اللي هي بتكون دايره. عايزه نون كده انا بشيل خالص الماركرز، يبقى اخليه مثلا اوتوماتيك. ممكن كمان نروح من الفيل كده، بدل ما يكون اللون ابيض من جوه اخليه مثلا لون اورنج مثلا. تمام. طيب وكمان لو تاخدوا بالكم ان في لون اورنج كفيل، وفي الاوتلاين بتاعه بلون تاني. طب انا عايزه الاوتلاين، هنروح عند الماركر وهروح عند الفيل، مش الفيل بقى، عند البوردر. يبقى احنا الفيل بتاعنا لون اورنج، وطبعا تقدروا تلعبوا في الترانسبيرنسي بتاعه اللون. طيب لا انا عايزه عند البوردر خليها مثلا مش باللون الكلر ده، خليها بنفس اللون اللي هو الاورنج. يبقى كده الماركر كله بلون واحد. فاحنا كلها في الاول في الاخر شويه تولز نقدر نطبقها على الشورت بتاعتنا عشان نظبط الفورماتنج بتاعتها. طبعا كل لما نمسك كده الاليمنتس دي ونبدا نتحكم فيها ونلعب فيها شويه، كل ما هنقدر نطلع حاجات اكتر. نقدر برضه نتحكم في الويتس بتاع الماركر، اقلله ازوده زي ما احنا عايزين. تمام. يعني انا كده خلينا زي ما كان مثلا، فبصوا كده انا كده بتحكم فيه. انا كنت بتحكم في البوردرز، فلا انا هخليه مثلا نوفل، ما تحطليش، لا احنا مش عايزين نوفل، انا اسفه. هنخليه زي ما هو. في البوردر انا عايزه نو لاين، يعني ما تحطليش اصلا بوردرز عندنا. تمام. وعند الفيل مثلا خلاص اخترنا. وعند الماركر اوبشنز زي ما اتكلمنا، ممكن نخليه اوتوماتيك او ممكن نخليه بيلت ان، ونختار الشكل اللي احنا عايزينه. ممكن نحطه كصوره، ممكن نحطه كدايموند، نحطه مثلا كسكوير، ترينجل، ايا يكن احنا عايزين ايه، ايا يكن احنا عايزين ايه. مش عايزه خالص فاقول له نون، فهقدر اشيل الماركر اللي احنا عايزينه. يبقى ده كده اللاين شورت عندنا. امتى تاني بنستخدم اللاين شورت؟ في الحاجات اللي فيها ديت وتايم. هاخد دي كده كنترول اكس، احطها في الشورتز هنا، كنترول في، احطها مثلا بالشكل ده. طيب نرجع لانواع الشورتس بتاعتنا. في نوع تاني اسمه الباي تشارت. هروح عند اول حاجه هنسلكت على البيانات، هروح عند الانسرت، واروح عند الريكومندد شورتس، واروح اقول له من الاول تشارتس اختار الباي تشارت. في عندنا الباي تشارت، وفي عندنا 3 دي باي تشارت، وباي اوف باي، وفي برضه بار اوف باي، وفي الدونت تشارت. من افضل الحاجات الباي والدونت تشارت. تعالوا هجرب معاكم الباي تشارت وادوس اوكي. فالباي تشارت دلوقتي ده بقى فكره الليجند اللي كنا بنتكلم عليها، ان احنا محتاجين ضروري في الباي تشارت يكون عندي ليجند. ليه؟ علشان يقول لي ان الكالرز دي عباره عن ايه الازرق بيدل عن ايه، بينديكيت على ايه، اليلو، الجراي، الاورنج، وهكذا.
فبيقول لي ان البلو ده مثلا اليكس، الاورنج كايرو، الجراي الاقصر، واليلو اسوان. تمام. وطبعا مهم جدا نقول له ان ده مثلا توتال سيلز باي برانش، ده اجمالي المبيعات بتاعتنا لكل فرع عندنا. ونقدر طبعا نظبط الفورماتنج زي ما احنا عايزين، واديله ستايلز جاهزه، اتحكم بقى بالشكل اللي احنا عايزينه على حسب كل واحد وشغله. وعلى فكره بيبقى فيه ستايلز اصلا بيحول لي او بيحط لي الداتا ليبلز كبرسنتج، حتى لو احنا مش حاطين كبرسنتج. يعني بصوا هنا الارقام عندي مش برسنتج على فكره، بس انا ممكن اطبق داتا ليبل. خلينا مثلا كويك لاي اوت كده واحط الارقام بتاعتي بالشكل البرسنتج دي. فانا شايفه مثلا اسكندريه 48% من الفروع كلها، مثلا اسوان عشان قليله جدا ف 9%، مش عارفه القاهره برضو قليله ف 14%، الاقصر مثلا 29%. طب انا عايزه اتحكم الليجند ده، اخليه مثلا كده في الجنب مثلا بحيث يديله مساحه شويه، اخليه مثلا في الليفت في الشمال، او اخليه مثلا في الرايت، او اخليه مثلا في البوتوم زي ما احنا عايزين. فانا اخليه مثلا في الرايت. ممكن برضو نقف هنا ونروح نسلكت على الليجند ونكبر حجم الخط ونتحكم زي ما احنا عايزين. برضو ده ممكن اكبر الحجم بتاعه. يعني احنا بتقدروا ان انتوا تعملوا سلكت وتحكموا في الحاجه اللي انتوا عايزينها، بس الفكره في السلكت تكونوا واقفين صح. بس انا كده خلصت الشورت دي. ممكن طبعا نديها مثلا بالديزاين change colors، مجموعة الالوان اللي احنا كنا مختارينها من قبل كده. وطبعا الفونت مثلا بتاع الداتا ليبلز مش باين، فممكن اقف عليه. بصوا بقى في ميزة لذيذة، انا مجرد كليكة واحدة بس هروح عند الهوم، هو كده عامل سيلكت عليهم هم الاربعة. هروح عند الهوم وعند الفونت كلر كده والونهم مثلا كلهم لون ابيض، لون اورنج، زي ما انتوا عايزين براحتكم. تمام. اهم حاجة تكون الداتا باينة عندنا، فاخليه بلون ابيض واخد التشارت دي كنترول اكس كده واحطها في الداشبورد بتاعتنا او في الشيت اللي احنا بنجمع فيه التشارتز اللي عملناها مع بعض. تمام كده. فده كده التشارت التاني. طيب تعالوا اخر نوع من انواع التشارتز عايزين نجرب بس مع بعض النوع التاني من الباي تشارت، اسمها الدونت تشارت. ان انا هروح عند الانسرت واروح عند الريكومندد تشارتز وعند اول التشارتز وهجرب من الباي حاجه اسمها الدونت تشارت وادوس اوكي. هي نفس الفكره بس بيبقى فيه مساحه في النص فاضيه، بيبقى فيه جاب في النص. فبرضه بختار الستايل اللي احنا عايزينه، بختار من الكالرز الالوان اللي احنا عايزينها. عايزه اظبط التنسيقات اكتر، عايزه اظبط العنوان، عايزه الليجند دي احطها يمين شمال فوق تحت، اغير مثلا داتا ليبلز اي حاجه. ممكن برضه الداتا ليبلز دي امسكها مثلا وابدا احرك واحد واحد فيهم. طبعا هم الفونت بتاعهم ابيض والخلفيه بيضاء، فبالتالي الالوان مش باينه. فكليكه واحده عليهم من الهوم فونت كلر اخليه بلون بلاك بس كده خلاص. ظبطت التشارت دي، هاخدها كنترول اكس واحطهم مع التشارتس دي كنترول في. احنا طبعا هنا ما ظبطناش لسه اي حاجه، احنا بس بنحاول ان احنا نجمع كل التشارتس في مكان واحد. بس طبعا لو احنا بنعمل داشبورد محتاجين نظبط الالاينمنت، محتاجين نحط التشارتس بتاعتنا بشكل معين او بهيئه معينه على حسب البرزنتيشن او الكلام اللي انا بقوله. احنا طبعا مش بنحط التشارتس كده بترتيب وخلاص، لا ده انا بهتم جدا ترتيب التشارتس على حسب البرزنتيشن اللي انا بقوله. تمام. دي محتاجه كنترول زد كده لو انا بنظم الدنيا الى حد ما، فهعمل كده. ودي التشارت دي محتاجه تيجي مثلا هنا، يعني ليها شويه شغل او ليها شويه تفاصيل ممكن نقدر نعملها. تعالوا سريعا كده نظبطها. طبعا برضو محتاجين ان احنا نظبط الالاينمنت بقدر الامكان. تمام. ونجيب مثلا اختها هنا كده ونجيب اللاين تشارت ونقلل المساحة بتاعتنا، أو ممكن نزودها ونزود اللي فوق. تمام كده. يبقى احنا كده يعني لحد ما مسكنا، بس عملنا يعتبر داشبورد بسيطة جدا بالتشارتس كلها اللي احنا عاملينها. وزي ما قلنا طبعا بيبقى ليها تفاصيل ان احنا نعمل داشبورد، بيبقى ليها عنوان وليها حاجة اسمها سلايسر اتكلمنا عليه مع بعض. ممكن دي نغير بس الديزاين بتاعها بحيث يكون متناسب مع كل التشارتس اللي عاملينها يعني، بس كعنوان وكألوان وهكذا. بس طبعا لو صغرت الزوم بتاعنا نقدر نشوف التشارتس بتاعتنا كلها اهي كده. بنتكلم على توتال سيلز باي برودكت، التوتال سيلز باي برضه برودكت، بس فكره بدل ما هي ككولومز بقت بارز. ده التوتال سيلز للبرانشز، وده التوتال سيلز للكاتيجوريز اللي عندنا او الديبارتمنتس عندنا، وده التوتال كوانتيتي
باي مانث، ممكن تحطوا طبعا الارقام زي ما احنا عايزين. بس فمجرد ان انا بيكون عندي تقرير بقدر احول التقرير ده بدل ما يكون ارقام واشوف مثلا الفرنتشر قد ايه والاوفيس وكده وكل شهر عندي، لا الافضل ان احنا نمثله بشكل بياني بشكل فيجوال، فبيبقى سهل في قراءه المعلومات واستخراج المعلومات اللي احنا عايزينها والانسايتس والريكومنديشنز اللي احنا بنقدر نحطها بعد كده من الداشبورد او من الريبورتس بتاعتنا. احنا في الفيديو ده اتكلمنا ازاي بنقدر نتحكم في التشارتس بتاعتنا على حسب البيانات بتاعتنا، بنقدر نختار نوع التشارت بتاعتنا سواء البار تشارت او اللاين تشارت او الباي تشارت او الدونت تشارت، فعلى حسب التقرير اللي عندنا والارقام اللي عندنا والمعلومات اللي عايزين نطلعها كانسايتس بنبدا نختار نوع التشارت بتاعتنا. المره الجايه هنكمل اكتر في التشارتس ونتكلم على نوع جديد من انواع التشارتس وهي الكومبو تشارت والتري ماب تشارت.